بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل نوع من البسكوت في منتهى الجمال، بيدوب في البق. مكوناته موجودة في أي بيت، مكونات سهلة وبسيطة وطريقة بسيطة، مفيش أبسط من كده. شايفين البسكوتاية جميلة إزاي؟ حلوة جدا. هنعمل صنفين وطعمين مختلفين من البسكوت في الفيديو ده. يلا بقى ادونا لايكات وشجعونا قبل ما نبدأ نقول الطريقة والمقادير. المقادير: كوباية من الزيت، كوباية من السكر، كوباية من اللبن، التلاتة قد بعض، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وربع معلقة من الملح، وأربع كوبايات دقيق. مع كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن، ربع معلقة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وأربع كوبايات من الدقيق. أول خطوة بحط اللبن على السكر وبخلطهم كويس، بدوب السكر كويس زي ما احنا عارفين عشان ما يبقاش فيه أي تكتلات في العجينة. دي أول خطوة. أظن المقادير سهلة جدا ومفيش أسهل من كده، مقادير بسيطة واقتصادية وفي متناول أي حد. ابتديت أحط كوباية الزيت كده خلاص. هنا بقى في نقطة، أنا مش عايزة الزيت يبقى بيطفو على وش الخليط كده. أنا عايزة الزيت يمتزج مع الخليط كله، يبقى الخليط كله لونه أبيض. هي دي بس التركة اللي أنا لازم أعملها عشان البسكوت ينجح معايا. هفضل أقلب بس شوية هنا علشان الخليط يمتزج تماما زي ما احنا قلنا. انا مش هقطع حاجة عشان تشوفوا كل الخطوات والتفاصيل معايا. كده تمام. انا بقلب لحد ما وصلت للقوام اللي انا بقول لكم عليه. هبتدي هنا احط نص كمية الدقيق، مش هنزل بالدقيق كله، هحط نص الكمية. احط الملح والبيكنج باودر معاها، وبرضو اقلب الخليط لحد ما الدقيق يختفي. هي الخطوة الاولى كده خلاص. هبتدي اقلب بالمعلقة لحد ما اظبط الدنيا والدقيق يختفي خالص جوه السوائل. معايا لحد كده يا جماعة؟ كده تمام. الدقيق اختلط خالص، بنزل بالكمية التانية اللي باقية وببدأ برضو اقلب كويس. الطريقة هنا ما فيهاش اي عجن، مش بعجن خالص. انا مجرد ان انا بلم الدقيق جوه السوائل بس. عايزة في الاخر احصل على عجينة لينة ما بتلزقش في الايد بس. كده البسكوت هيخلص معايا. كده تمام. انا نزلت بنص العجينة التاني وببدأ برضو الم بالراحة من غير عجن ومن غير اي حاجة. ببدأ الم فيه لحد اما اشوف كده هو مظبوط ولا محتاج حاجة تانية، محتاج احط دقيق كمان، محتاج احط حاجة كمان، اشوف. ما تقلقيش واشتغلي عادي خالص. هبتدي بقى كده احط ايديا عشان اشوف الايه، العجين عامل ازاي. هلمها شوية بايدي واشوف كده الدنيا فيها ايه. اعتقد طبعا ان هي لسه بتلزق في الايد، مش مظبوطة. العجينة مش مظبوطة، بتلزق في الايد. يبقى كده هي عايزة شوية من الدقيق كمان، حبة صغيرين خالص، مجرد ان يخلوها بس تلم يعني. خلاص هنا جبت حوالي اقل من ربع كوباية، يعني اقل من الربع، معلقتين تقريبا دقيق، وبدأت اخلطهم مع العجينة علشان تلم في ايديا. زي ما انتوا شايفين الخطوات اهي بالتفصيل عشان كل شيء يبقى واضح قدامكم. اظن مفيش اسهل من كده، طريقة سهلة حلوة جدا واقتصادية. مقادير موجودة في كل بيت، مش هتتعبك خالص، ما فيهاش اي عجن. هي مجرد ان انتي بتلمي بس العجين. حتى المضرب الكهربائي مش مطلوب فيها، مش مطلوب اي حاجة هنا فيها تعب يعني. طريقة سهلة جدا وحلوة، وهتديكي كمية وافية وجميلة جدا واقتصادية. كده خلاص العجينة اتظبطت في ايدي.
بجربها كده، ايوه مظبوط، لا بتشقق ولا اي حاجه، وبتتقطع بسهوله ولينه جدا. كده خلاص انا هنا هقسم العجينه لقسمين. القسم دوت هحط عليه جوز هند مطحون، والقسم التاني هحط عليه ينسون مطحون. لازم جوز الهند اللي جوه العجين يبقى مطحون، ما يبقاش صحيح. كده تمام. وهبتدي برضو اخلط الحاجات اللي انا طحناها جوه العجين كويس. يبقى انا كده عندي نوعين من البسكوت، نوع بجوز الهند ونوع باليانسون. كده تمام. تمام لحد كده. بس خلاص انا هنا خلصت الجزء اللي هو بجوز الهند. هبتدي اخلط كويس الجزء اللي هو باليانسون. حاجات والله يا جماعة موفرة جدا وجميلة، وبتتباع بره بأتمان غريبة. وباكل بسكوت بيبقى صغروه وغلوه، يعني حاجة في البيت تبقى عندك معمولة بنظافة، تبقى انتي ضمناها وبكمية وافية بإذن الله. كده انا خلصت خلاص، وهبدأ في التشكيل. بعمل هنا انا الشكل المدور، باخد حوالي حتة كده في حدود يعني قد عين الجمل. انا هعمل هنا اشكال مدورة، انتي زي ما تحبي، في اشكال كتير للتشكيل، قوالب كتير على شكل قلب، على شكل نجوم. اي طريقة للتشكيل ترتاحي فيها اعمليها، مفيش مشكلة. بس انا هنا حبيت اخلص بسرعة يعني، وانا بحب الشكل المدور ده. بالنسبة لبسكوت جوز الهند، انا ببطط القطعة، وبحط جوز الهند من على الوش كده زي ما انتم شايفين قدامي طبق، وبحط جوز الهند من على الوش. كده تمام. بطريقة سهلة جدا وجميلة، وشكله بيبقى لطيف قوي. اعمل معاكم واحدة كمان. منتهى السهولة، العجينة لينة جدا وسهلة في التشكيل. كده خلاص. ده بتاع اليانسون بنفس الطريقة برضو. هاخد كرات في حدود في حجم حباية عين الجمل كده، واحاول اخليه كله بنفس الحجم. قدري كده كله بنفس الحجم وبنفس الطريقة. كده تمام. الصينية مش مدهونة ولا اي حاجة، هو بيدخل على صواني عادي، مفيش مشكلة. كده مظبوط. خلصت كل هخلص الكمية وارجع لكم تاني. كده الكمية خلصت. شايفين يا جماعة رامي قد ايه معايا؟ اقتصادي جدا وموفر وزي الفل. هيدخل على درجة حرارة 160، واكون مسخنة الفرن من قبلها. هو ما بيتعملش على درجة حرارة عالية. ادوني بقى لايكات على النتيجة الحلوة دي. ايه رأيكم؟ شوية بسكوت فاخر والله، هيعجبكم جدا. جربوا الطريقة مش هتندموا. طريقة سهلة واقتصادية. خد في الفرن حوالي نص ساعة. وخلي بالك من الخبيث دايما، تبقي ايه مراعياه في الفرن، تبصي عليه دايما. ايه رأيكم بقى؟ بجد والله يا جماعة لو جربتوه هتكسبوا كتير. يلا ادوني لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتحياتي ليكم.